مش مهم انت بتعمل ايه، المهم تقدر تعمله منين. خليني اقول لك حاجه غريبه جدا. في ناس كتير جدا دلوقتي عايشه حياه الديجيتال نوماد من غير ما تاخد بالها اصلا. من غير سفر، من غير جواز سفر ازرق ولا اخضر، من غير ما تكون قاعد على شاطئ في تايلاند ولا حتى في دبي. والاغرب ان ممكن تكون انت دلوقتي الشخص دوت ومش واخد بالك. اهلا بيكم في حلقه جديده مع دكتور إيميجريشن، اكبر صانع محتوى في مجال الديجيتال نوماد في الوطن العربي. خلينا نبدا الحلقه بطريقه مختلفه، والسؤال ده لو سالته لك هتقعد تفكر فيه شويه. هل شغلك ممكن يتعمل من اي مكان في العالم، من بيتك، من كافيه، من بلد تانية، من غير ما حد يلاحظ اي فرق؟ لو الاجابه نعم، يبقى انت اقرب لفكره الديجيتال نوماد من ناس كتير جدا بتدور عليها من سنين. بس استنى، ما تستعجلش، لان اللي جاي اهم. خليني اقول لك الصوره اللي محدش بيقولها بوضوح. الديجيتال نوماد مش وظيفه ومش سفر ومش لايف ستايل على انستجرام. الديجيتال نوماد ببساطه هو ان دخلك يبقى غير مرتبط بمكان، ودي قلناها في الحلقه اللي فاتت. بس خليني ادخل شويه اعمق في بعض التفاصيل. الفريلانس اللي بيبيع وقته مقابل فلوس، والريموت اللي شغال عند شركه بس من البيت او اونلاين، والبيزنس اونر اللي عنده نظام بيشتغل من غيره. طب والكرييتور اللي بيبني دخل من محتوى او من جمهور. وفي النص بينهم في ناس بدأت تتحول وناس لسه ما تحولتش. بس المفاجأة الحقيقية ان اي واحد من الاربعة دول ممكن يبقى ديجيتال نوماد، او يكون عكسه تماما. مش النوع هو المهم ازاي شغلك متنظم، ازاي شغلك متصمم. طيب خليني اوقفك هنا اللحظة. اسمع الجملة دي كويس. مش مهم انت بتعمل ايه، المهم تقدر تعمله منين. لو شغلك مربوط بمكان يبقى انت لسه في النظام القديم. لو شغلك مربوط بالانترنت يبقى انت داخل على النظام الجديد وهو نظام الديجيتال نوماد. طيب خلينا اديك اختبار سريع جدا. جاوب في دماغك. هل لو سافرت بلد تانية بكرة هتقدر تشتغل عادي؟ هل لو قفلت مكتبك هتكمل شغل عادي؟ هل لو ما رحتش الشركة لمدة اسبوع هل حد هيلاحظ؟ لو الاجابة بدأت تميل لايوه يبقى انت مش بعيد خالص عن مجال الديجيتال نوماد. بس هنا في نقطة بقى خطيرة. في ناس فاكرة انها ديجيتال نوماد وهي مش كده اصلا. طب تعالى نصحح اكبر 3 افكار غلط الناس بتفكر فيها. اول فكرة هو ان انا عشان ابقى ديجيتال نوماد يبقى انا لازم اسافر من الاول خالص وافضل اتنطط كتير. دي غلط، لان السفر نتيجة مش بداية. طيب تاني فكرة، لازم اكون فريلانسر. يعني برضو دي فكرة مش صح. ممكن تكون موظف وتتحول تبقى ديجيتال نوماد وبتشتغل من اي مكان. تالت فكرة اللي هي لازم اسيب كل حاجة واتفرغ واقدم استقالتي عشان ابقى ديجيتال نوماد، ودوت اكبر وهم. لان التحول الحقيقي بيبقى تدريجي، مش انقلاب كامل مرة واحدة. فخليني اقول لك حاجة مهمة جدا. اللي بيمنع اغلب الناس مش الفلوس ولا المهارات، اللي بيمنعهم هو تصميم الشغل نفسه. يعني ايه الكلام يا عم الدكتور؟ يعني ممكن تكون بتكسب كويس جدا، بس شغلك مربوط بمكتب، مربوط بدولة، مربوط بوقت ثابت، وفي نفس الوقت انت مش قادر تتحرك. فالديجيتال نوماد منك يقدر يتحرك بحرية في اي مكان في العالم. طب مين فيهم اقرب للحرية؟ مين فيهم اقرب لقلبك؟ طيب دلوقتي هديك زي ميرور تيست سريع. مش محتاج ورقة ولا محتاج قلم، انا محتاجك بس انت تركز معايا. تخيل انك بكرة صحيت من النوم وقلت انا عايز اعيش في بلد تانية لمدة 3 شهور. اسأل نفسك السؤال ده. قول، هل دخلي هيتأثر لو انا رحت بلد تانية قعدت 3 شهور؟ هل شغلي هيقف؟ هل عملائي هيختفوا؟ لو الإجابة لا، يبقى أنت داخل على مرحلة كبيرة جدا اسمها ديجيتال نوماد بدون ما تحس. طب لو الإجابة أيوة، يبقى أنت لسه محتاج تعدل وتصمم من شغلك عشان تبقى ديجيتال نوماد. طيب خليني أقول لك على حاجة يمكن تغير نظرتك. هو الديجيتال نوماد في حد ذاته مش هدف، ده نتيجة إنك بنيت نظام شغل متحرر من أي مكان. والسؤال المهم هنا، إزاي أعرف أنا فين بالظبط في المرحلة دي؟ فهقول لك بشكل بسيط جدا. في 4 مستويات لأي شخص دلوقتي لازم يعملهم عشان يوصل للديجيتال نوماد. المستوى الأول هو الشغل التقليدي 100% مرتبط بالمكان. المستوى الثاني شغل ممكن يبقى ريموت بس لسه مش متحول، يعني لسه برضو مرتبط بمواعيد، مرتبط بمكان. المستوى الثالث دخل اونلاين جزئي فيه مرونة، انت بتشتغل اونلاين من اي وقت ومن اي مكان، فبالتالي ده بيبقى فيه مرونة في الدخل. المستوى الرابع وهو ان انت يبقى عندك نظام دخل كامل مستقل عن المكان اللي انت عايش فيه. فدلوقتي بص على نفسك بصراحة، انت فين؟ لان المرحلة اللي انت فيها دي هي اللي هتحدد خطوتك القادمة. مش كده وبس،
خليني اقول لك حاجة اهم. الناس فاكرة ان التحول ده محتاج قفزة كبيرة ولا وقت كبير، لكن الحقيقة هو عبارة عن سلسلة قرارات صغيرة جدا هتمشي فيها واحدة واحدة. اول قرار، هل شغلك لازم يبقى مرتبط بمكان ولا لا؟ تاني قرار، هل اقدر اتخلى عن جزء من شغلي او احول جزء من شغلي اونلاين؟ تالت قرار، هل اقدر اجيب دخل من خارج بلدي؟ رابع قرار، هل اقدر ابني نظام ما بيعتمدش عليا 100% وما بيعتمدش على اي مكان؟ كل خطوة من دول بتقربك من فكرة الديجيتال نوماد. طب خليني اوقفك هنا تاني واسمع الجملة دي كويس جدا. الحرية مش بتبدأ بالسفر، الحرية بتبدأ بتغيير طريقة الشغل. لو فهمت الجملة دي كويس جدا انت كده دخلت اللعبة صح. فخلينا نرجع للسؤال الأساسي في الحلقة، هل انت ديجيتال نوماد بدون ما تعرف؟ الإجابة مش نعم أو لا. الإجابة الحقيقية ان انت تعرف انت فين في الطريق. الفرق بين شخص وشخص آخر هو السرعة. في ناس هتوصل خلال سنة، هتوصل خلال سنتين، وفي ناس هتفضل 10 سنين في مكانها. ليه؟ مش عشان واحد أذكى من واحد، لكن عشان واحد خد القرار وبدأ ان هو ينفذ بالفعل. خليني اديك اخر جزء مهم جدا في الحلقة دي. لو انت حاسس انك قريب من الفكرة دي، ابدأ لاحظ 3 حاجات في حياتك. دخلك مربوط بمكان ولا لا؟ وقتك مربوط بجدول ثابت ولا لا؟ هل شغلك محتاج وجودك الفعلي عشان يستمر ولا لا؟ لو كل دول اجابتهم نعم، كل نعم من دول ده جزء من السلسلة اللي بتشدك للمكان، وكل لا هي خطوة ناحية الحرية وناحية عالم الديجيتال نوماد. في النهاية مش المطلوب انك تكون ديجيتال نوماد النهاردة، المطلوب انك تبدأ تبني نسخة منك تقدر تعيش في اي مكان في العالم من غير ما تكون حياتك متأثرة او دخلك يتأثر. في الحلقة الجاية هندخل في سؤال اخطر، ازاي تبقى ديجيتال نوماد بجد مش مجرد فكرة في دماغك. استعد لان اللي جاي اخطر بكتير، واللي جاي هيأثر في طريقة تفكيرك وفي شغلك الاساسي. ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت متابعني لحد اخر الحلقة اكيد انت استفدت من اللي احنا بنقوله، فشير الحلقة ديت واعمل سبسكرايب في كل قنوات دكتور إيميجريشن علشان اكيد هتستفيد من السلسلة الجاية.